الام دي شالت حاجتها في عز التلج وخرجت من بيتها وراحت بيت ابنها. مرات ابنها اول ما شافتها ما سلمتش عليها وكشرت في وشها ونادت على جوزها وقالت له تعالى امك هنا. فالابن خرج رحب بوالدته فقال لها خير يا ماما في حاجه؟ قالت له يا ابني التلج بدأ ينزل والجو برد جدا وزي ما انت عارف البيت محتاج ترميم، ممكن اقعد عندك يومين. فالابن جاب كرسي وقعدها وقال لها طيب ثانيه واحده. راح لمراته وقال لها امي هتقعد معانا كام يوم علشان البيت عندها برد. قالت له لا طبعا تمشي وترجع بيتها احنا مالنا. قال لها ايه الكلام ده؟ اولا دي امي، ثانيا امك قاعده معانا في البيت وانا ما اتكلمتش. في اللحظه دي ابنهم جه، فالاب ما عندوش شخصيه فقال للابن شفت والدتك مش عايزه جدتك تقعد وجدتك زعلانه وعاوزه تمشي. قال لها ايه اللي بتقوليه ده يا امي؟ ازاي يعني؟ لا ده بيتها وبيت ابنها وتقعد فيه زي ما هي عاوزه. تقبلي يا امي لما اكبر مراتي تعمل معاكي كده؟ وانت يا بابا لسه بتاخد راي امي؟ المفروض القرار قرارك وانت المسؤول عن البيت ده. واخد جدته من ايديها وقال لها ادخلي البيت ولا يهمك من حد، ولو هتمشي يبقى انا رجلي على رجلك وهمشي معاكي. معقوله في حد شخصيته ضعيفه ومش قادر يحكم بيته زي الراجل ده؟ هو في كده في الدنيا؟ بس حقيقي كما تدين تدان، واللي هتعمله النهارده هتلاقيه بكره. وبالوالدين احسانا. صلوا على النبي في التعليقات.